السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن واحد من أكتر العطور اللي لفت انتباهي في الآونة الأخيرة من دار زيرجوف الفاخرة، وده عطر ستارلايت. عطر غني دافي ناعم وحاجة فخمة وملوكية بحق وحقيقي. وفي الفيديو ده هنتكلم عن كل حاجة بخصوص العطر، مين العطار اللي ورا العطر، التركيبة المميزة دي، وايه نوتات العطر، وهل هو عطر فيه ثبات وفوحان كويس جدا من حيث الاداء، وامتى وفين تلبسه. تعالوا بينا بقى نتكلم عن شكل الإزازة. إزازة ستارلايت من زيرجوف شكلها بسيط، بس كل تفصيلة فيها بتقول أنا مش لأي حد. الإزازة شفافة بالكامل وعليها علامة الإكس باللون الذهبي. إزازة تقيلة وفخرة، واللي يشدك فيها من أول نظرة هو السائل الذهبي اللي جواها. لونه عامل زي العسل الفاخر أو زي نور شمعة كده في أوضة دافية. لون يديك إحساس بالدفء والرقي حتى قبل ما تشم العطر نفسه. الغطا بتاع الإزازة شكله تاج ذهبي أنيق، وفيه لمعة مميزة كأنها قطعة ديكور من قصر كلاسيكي، وهو السيجنتشر للبيت الإيطالي زيرجوف. فخم بس بدون ما يبقى مبالغ فيه. في النص قدام هتلاقي اسم العطر ستارلايت محفور في اللوجو ذهبي صغير على لوح معدني مستطيل. شكله بسيط بس فخم، والاسم مكتوب بخط ناعم جدا. تحس انك ماسك حاجة معمولة بحب وتفاصيل، مش مرمية كده وخلاص. اولا العطر ده معمول على ايد كريس موريس، وده واحد من اهم العطارين لدار زيرجوف، واللي معروف انه بيحب يمزج بين التوابل الشرقية والنوتات الدافية. وعطر ستارلايت نزل السوق سنة 2019، ومصدر الإلهام اللي ورا عطر ستارلايت أو ضوء النجمة هي اللحظات اللي بتحس بيها بانجذاب قوي اتجاه شخص، كأنك كده بصيت لنجوم السماء وشفت الشخص ده، وهو ده الاسم اللي هو نور النجوم أو ضوء النجوم. واحنا اتكلمنا قبل كده عن دار زيرجوف، وهي واحدة من أرقى وأحلى وأفخم دور العطور في العالم، وهي طبعا شركة إيطالية. وأغلب العطور اللي أنا جربتها من الدار دي عندي تقريبا 12 إزازة، والعطور دي كلها قوية جدا، يعني عطور جامدة جدا وفعلا تستحق السعر بتاعها. تعالوا بينا بقى نجرب عطر ستارلايت من زيرجوف. يعني عطر بتشمه من اول ما تشم الاتومايزر، اول ما تفتح الكاب بتاعه كده هتشم الريحة يعني على طول. جميل جدا. النوتات الرئيسية اللي مكتوبة في موقع فراجرانتيكا، اللي هو يعني هي دي مش النوتات اللي أصدر عنها العطار بنفسه، لأن دي طبعا تركيبات سرية، إنما هي أغلبية النوتات اللي الناس اللي اشترت واقتنت العطر ده عملت له تصويت وقالت إن هي بتشم النوتات دي. هي دي بقى خلاصة النوتات اللي انت بتشوفها في المواقع اللي الناس بتقول أنا شامم ده وأنا شامم ده. واغلب الحاجات دي طبعا كيماويات بتقلد، سواء بقى اذا كانت فعلا مستخلصة من المواد الخام الطبيعية، يا اما تكون كيماويات بتقلد الريحة بتاعة الزيوت دي. فالعطر ده التوب نوتس اللي هي نوتة الافتتاح اللي هي البرغموت والحبهان، القرنفل، اللوز مع قرفة، وفي قاعدة العطر خشب الأرز والعنبر. فأول ما ترش عطر ستارلايت يعني بيخبط في وشك النوتتين الأساسيتين اللي هي الحبهان والبرغموت، يعني حاجة جميلة جدا. طبعا بصرف النظر ان العطر ده فيه البرغموت، بس مش معناه انه هو عطر منعش. الهيل هنا مش زي اللي بتشمه في المطبخ او القهوة العربي، لا ده هيل غني جدا ودافي، وفي لمحات كده سبايسي، مش لاذع، بالعكس بيحسسك بحاجة كده شرقية فيها غموض وأناقة، وبيفتح العطر كده بإحساس
فخم جدا. اما بقى البرغموت بيدي كده احساس كده فريش خفيف، وزي ما قلنا السيترسز هنا الحمضيات مش منعشة زي العطور الصيفي، هي بس يا دوب كده بترفع النوتة الهيل كده شوية، وهو أقرب كده لسباركل أو شعاع كده، زي ما النجمة كده بتنور في السماء، خفيفة وبسيطة بس هتسيب لك أثر وتختفي سريعا. أول رشة من عطر ستارلايت بتديك كده إحساس غريب، كأنك كده اتسحبت فجأة من العالم بتاعك ودخلت جوه عالم تاني خالص، في كده دفء وفخامة وذكريات مش مفهومة وديجا فو. الهيل أول ما يضرب في مناخيرك تحس باندفاع، كأنك قابلت شخص أول مرة وانت منجذب اتجاهه. يعني بيفكرني شوية أول مرة كده شميت فيها عطر نوار اكستريم بارفام بتاع شركة توم فورد. فالريحة دي كده فيها كاريزما وفيها جاذبية كده، يعني مش هتعرف تلاقي لها تفسير، بس في نفس الوقت مش صاخبة إطلاقا، ريحة هادية ثابتة وبتشدك من غير ما تتكلم. والبرغموت بيخلي بقى اللحظة دي كده إن يبقى فيها كده لمعة او سباركل او شعاع كده زي ما النجمة كده وهي في السماء، كأنك كده واقف الساعة 11 بالليل والشارع كله ضلمة حواليك والنجوم كده زهرة كده وواضحة، بتخلي الموقف كده يلمع. اللحظة دي بتعدي بسرعة بس بتسيب أثر، زي كده ما تكون لمحة نظرة مش هتتنسي. يعني تخيل انك شايف كده بتبص في السماء وتشوف الشوتينج ستار، هنس اسم العطر نفسه اللي هو الستارلايت، وهو ده المصدر الإلهام اللي ورا العطر ده حسب كريس موريس العطار. وبعد شوية يبدأ يظهر قلب العطر، وهنا بتحس ان العطر قرب اكتر، بقى شخصي جدا. القرفة بتفكرك بلحظات دافية رومانسية، يمكن فيها شغف، مش شغف جارح، لا شغف ناضج، زي كده حضن طويل في ليلة الشتاء، او اول لمسة ايدين فيها كهربا كده خفيفة. فالقرفة دي هنا مش سكرية خالص، هي قرفة كده دافية وحسية، كأنك شميت كده ريحة بخور خفيفة أو قاعد كده جنب شمعة كده سبايسي بريحة كده توابل ناعمة، ما فيهاش ريحة كده حاجة كده بتتحرق زي بتاع القرفة بتاعت العطور اللي هي الرخيصة. وبعد كده أنا بحس كده بريحة اللي هي اللوز المر أو البيتر ألموندز أو المرزبان، وده بقى هيضيف لمسة كده كريمية ناعمة، حاجة كده عاملة زي بسكوت لوز فاخر، تحس كده كأنك قاعد في قعدة دافية فيها حلاوة، بس مش حلويات أطفال وكده، لأ دي حلاوة كده دافية وناعمة ناضجة وفخمة، كأنك بتاكل كده حلويات من الحلويات الشرقية اللي هي زي في محلات روما أو باريس. فاللوز المر كده بيدي إحساس كده بالمألوف، بس مع ذلك في حاجة كده مختلفة. فتخيل بقى انت قاعد كده مع الشخص المميز بتاعك او significant other، تسمع الشخص ده وبيحكي لك حاجة بقى شخصية. وفعلا السحر الحقيقي بيجي هنا من نوتة العنبر، والريحة دي بتطلع تدريجيا، يعني مش هتبقى في وشك اول ما ترش العطر خالص، اول ما العطر كده يهدى شوية في الدراي داون ويجف على جلدك هتحس بقى بتألق نوتة العنبر، وده بيدي إحساس دافي كأنك متغطي ببطانية دافية في ليلة الشتاء، ومع لمسة كده ريحة كده حيوانية شوية، بس الريحة دي مش وحشة إطلاقا، حتى لو أنت ما بتحبش العطور اللي فيها ريحة حيوانية، لا ده عطر حاجة تانية خالص، ده تحطه في كاتيجوري تاني خالص. وفي قاعدة العطر هنا في عندنا خشب الأرز، وخشب الأرز هنا دايما بيبقى بيدي كده نوتة كريمية، بس بيدي العطر ده دوره اللي هو بيدي العطر الثبات بتاعه على جسمك، وده فعلا عطر يعني ثابت. وهنتكلم عن الثبات بعدين شوية، بس النوتة دي مهمة جدا. خشب الأرز ده العطور اللي هي السموكي اللي فيها توابل كتير دايما بيهدي التوابل ويديها كده طابع كريمي، وبيظهر كده بقى دايما في خلف العطر، يعني في الخلفية في الباك جراوند. والنوتة التانية اللي أنا تقريبا كنت هنساها اللي هي نوتة القرنفل. القرنفل ده على فكرة أنا ما بشربش شاي مفهوش هيل
قرفة، قرنفل، وساعات بحط كمان زنجبيل. ريحة جميلة جدا. وعلى فكرة بحط الحاجات دي كمان في الرز بتاعي، لما اجي اكل رز لازم يبقى فيه المكونات دي. فالقرنفل طبعا زيت ريحته قوية جدا، فلو انت ما بتحبش النوتات اللي فيها توابل واضحة، لان العطر ده هو عطر هيل من الاخر، فده اول حاجة هتشمها. فانت لو مالكش في العطور اللي هي توابل فيها قوية، يعني ده مش عطر هيبقى ليك. بس بصراحة لازم تجرب العطر، لازم التجربة قبل ما تستثمر. بس لو انت زي ما قلنا بتحب عطر توم فورد نوار اكستريم بارفام، العطر ده هيعجبك جدا. وزي ما قلنا ان عطر فوحانه والثبات بتاعه هيبقى اقوى من عطر توم فورد. فكل نوتة في العطر ده محسوبة بدقة، يعني كل نوتة كده بتقعد في مكانها، يعني مش صاخبة. لا، النوتات دي بيشتغلوا مع بعض بطريقة كويسة جدا، وبتحس ان كده مفيش حاجة كده عشوائية. فالعطر يعني مش لينير، فبيتنقل كده بين مقدمة مشوقة لقلب حسي ودافي، ونهاية كده مريحة وفخمة. بالنسبة بقى لأداء والفوحان بتاع العطر ده بيقعد على جسمي من 8 ل 12 ساعة، وعلى اللبس هيقعد أكتر. وفوحان العطر فوق المتوسط خاصة في أول 3 ساعات، وبعد كده هيقرب من البشرة شوية، ومع ذلك هيكون متواجد. يعني لو انت هتشمه على نفسك على طول يعني. والعطر ده بيدي كده هالة ناعمة ودافية وفيها توابل حواليك من غير ما يكون مزعج. لا، هو عطر مبهج جدا، وعطر يعني لو انت من الناس اللي بتحب التوابل، العطر ده هيعجبك جدا، لانه مش التوابل الحراقة، لا دي توابل ناعمة ودافية وراقية جدا. امتى بقى وفين تلبس عطر زي ده؟ عطر ده زي بالظبط كده توم فورد نوار اكستريم، هو من العطور الجورماند، العطور اللي فيها طابع كده لذيذ. فعطر ده هيبقى مناسب للخروجات الليلية في موسم الشتاء. هو عطر الديت نايت، عطر خروجات رومانسية بامتياز، او خروجات رسمية، لانه عطر كده لذيذ جدا، عطر فعلا جذاب، حتى ينفع يبقى في مناسبات او انت رايح حفلات او افراح. فهو عطر مش هيبقى عطر صيفي، لانه مليان توابل. فريحة التوابل دي يمكن تبقى تقيلة شوية في فصل الصيف، إلا بقى طبعا لو انت قاعد في مكان فيه تكييفات كتير ومش في الخارج، فهيبقى ممتاز. فزيرج اوف ستارلايت هو عطر فيه شخصية، يعني بيفرض شخصيته من أول رشة. عطر دافي مغري وجذاب جدا، في توازن حلو بين الحلاوة الدفء والتوابل. والناس اللي بتحب العطور الشرقية الغربية أكيد هيقدر عطر زي ده، لأن ستارلايت من زيرج اوف هو عطر مش بسيط، عطر مش سهل يتقلد، عطر جميل جدا، عطر جذاب، وعطر زي ما قلنا يونيسكس للجنسين. وأنصح بالتجربة قبل الشراء. فروح انزل على المول اللي جنب بيتك، أو انزل المحل، أو اشتري عينة، يعني اشتري عينة 1 مل، وأنصح بتجربته في فصل الشتاء. ولو انت فعلا من الناس اللي بتحب نوتة الحبهان او الهيل، العطر ده هيعجبك جدا. هل جربتم عطر بقى ستارلايت قبل كده؟ قولولي في الكومنتات وخلونا نتناقش، وايه رأيكم فيه؟ وهل عطر ستارلايت احلى ولا عطر توم فورد نوار اكستريم بارفام؟ ايه رأيكم؟ ولو حابين اني اعمل مراجعة لعطر تاني من شركة زيرجو، اكتبولي في الكومنتات وهنتواصل ان شاء الله. ولو أول مرة تشوفوني اعمل لايك وسبسكرايب وشير، وإن شاء الله ما يفوتكمش كل ما هو جديد في عالم العطور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.